الفيديو ده هنتكلم عن اهم الصفقات اللي ممكن تيجي الاهلي في الصيف ده. بس ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك، وبسم الله نبدا. مبدئيا ولان الاهلي داخل على سوبر ليج وبطوله افريقيا جديده وسوبر افريقي، وما تنساش الدوري وكاس مصر والسوبر المصري. ده غير دلوقتي ان الجماهير بقت بتروح كاس العالم للانديه وعايز تاخد مركز وميداليه، فالاهلي لازم يكون عنده سكواد قوي جدا. وعشان كده الاهلي لازم يستغل موسم الصفقات كويس جدا عشان يعرف يجيب لعيبه ممتازه. الاهلي قدامه فرصه انه يعمل موسم صفقات عالمي. اول لاعب ممكن يجي الاهلي وهو رضا بوبو. رضا بوبو كل موسم صفقات نسمع عنه هو بيقترب من الاهلي، سواء في الصيف، في يناير، في يونيو، في يوليو، لازم يقترب من الاهلي. الموضوع ده هيخلص امتى الله اعلم، لكن المؤشرات بتقول ان في الصيف ده هو رضا بوبو قريب جدا من الاهلي. رضا بوبو بيلعب نص ملعب مركز 6 و8، يعني هيكون مناسب جدا لكولر في خطه 4-3-3. كمان هو صغير في السن، بس برضه ما تعرفش هل رضا بوبو هيقدر يتحمل فانيله الاهلي ولا لا. لعيبه كتير ممتازه بيجوا الاهلي والزمالك مش بيقدروا يتحملوا الضغط الجماهيري والفانيله التقيله قوي فبيفشلوا. اللاعب التاني معانا هو محمود حماده. ظهرت اخبار كده في اخر 24 ساعه او 48 ساعه ان محمود حماده قدم رغبه رسميه لفريقه عشان ينضم للنادي الاهلي. محمود حماده انا كل شويه اسمع عنه خبر معين، عايز يروح الزمالك خلص فيه، الاهلي خلص فيه، بيراميدز داخل في المفاوضات، ما عرفلوش هو رايح فين. لكن الاخبار اللي منتشره حاليا ان هو قدم رغبه رسميه لفريقه عشان ينتقل للنادي الاهلي. محمود حماده بيلعب نص ملعب، بيلعب مركز 6 و8 برضه. هتقول لي الله، هو الاهلي مش هيجيب حد غير نص ملعب؟ يعني في يناير جبنا مروان عطيه والقندوسي الاثنين نص ملعب، وفي الصيف ده عايزين نجيب بوبو ومحمود حماده. هو انت بتتفرج على الفيديوهات القديمه كنت هتفهم. انا قلت لك قبل كده ان الاهلي بيلعب بخطه 4-3-3، ومعنى كده ان كولر محتاج في نص الملعب 3، وعشان يكون انا ببدا ب3 اساسيين في نص الملعب لازم يكون عندي على الدكه 3 بدله. هتقول لي حلو، الاهلي عنده نص الملعب مين؟ ديانج ومروان عطيه، حمدي فتحي والسوليه والقندوسي. هقول لك كلام جميل كده 5، يعني الاهلي محتاج لاعب زياده، وحمدي فتحي خلاص مشى، يبقى الاهلي محتاج 2، واحد بديل لحمدي فتحي وواحد زياده يكون موجود على الدكه. عشان كده الاهلي هيجيب رضا بوبو ومحمود حماده. طب ليه الاهلي ما يجيبش حد اجنبي؟ هقول لك هجاوبك بس بعد دقيقه واحده. A few moments later. الاهلي عنده كام اجنبي؟ الاهلي عنده بيرسي تاو، ديانج، قندوسي، ومعلول ما اتحسبش، وكريستو ما اتحسبش. هتقول لي ليه ما اتحسبوش؟ اقول لك ان معلول محسوب مصري، لان اللائحه في مصر ان في لاعب من شمال افريقيا يتحسب مصري، فمعلول محسوب مصري. وكريستو تحت السن، والاهلي الاثنين تحت السن منهم كريستو، يبقى اذا الاهلي فاضل له كام مكان للاجنبي؟ 2، واحد فوق السن وواحد تحت السن. هقول لك ولو بيرسي تاو مشى هتقول لي كده 3 اماكن فاضيين، 2 فوق السن وواحد تحت السن. هقول لك كلام جميل. هتقول لي هو بيرسي تاو هيمشي؟ هقول لك ما هو انت بتتفرج على الفيديوهات القديمه كنت هتعرف. بيرسي تاو في تصريح رسمي طلع وقال ان هو هينتظر عرض اوروبي بعد نهايه الموسم ده، وانه ما عندوش مشكله انه يمشي من الاهلي طالما حقق بطولات، وان هو عايز يمشي وهو في فورمه عاليه. ده تصريح رسمي من بيرسي تاو. يبقى الاهلي كده عنده 3 اماكن فاضيين، 2 فوق السن وواحد تحت السن. يستحيل الاهلي يجيب فيهم اي لاعب في نص الملعب، لان الاهلي عنده اساسا القندوسي وديانج نص ملعب اجانب، فمش هيروح يجيب لاعب ثالث نص ملعب ويكون اجنبي. انما الاهلي هيروح يجيب 2 جناحات، واحد يمين وواحد شمال وواحد مهاجم. والاهلي بصراحه في قمه الاحتياج لاجنحه اجانب، اجنحه مهاريه ياخدوا الكره ويجروا بيها ويرقصوا ويتعبوا مدافعين ويموتوا الباكات، ويعمل جبهه مع الباك، يعمل جبهه مع معلول، يعمل جبهه مع الباك اليمين اللي هيلعب في الاهلي اللي هو ان شاء الله مش محمد هاني. جناحات تنزل تخلص الماتش لوحدها، حتى لو كل لعيبه في الملعب وحشين يبقى الجناحات دي هم اعمده الفريق. الاهلي حاليا معاه فلوس انه يجيب جناحات قويه، لكن انا عايز اقول لك على حاجه، ما تسمعش كلام الاعلام زي احمد شوبير، ابراهيم فايق، سيف زاهر، اللي كل يوم يطلع يقول لك ان الاهلي خلص في كريستيانو، والاهلي هيجيب لويس سواريز، الاهلي هيجيب موسم صفقات من 20 لاعب. كل الكلام ده غلط في غلط، الاهلي عمره ما هيعمل كده. الاهلي لو جاب اكتر من 6 صفقات هيبقى بيدمر قوام الفريق، وده اللي شفناه بيحصل في الزمالك مثلا بعد موسم 2015 لما كسبوا الدوري والكاس، والزمالك راح جاب 15 صفقه فدمر قوام الفريق. وبعد اي موسم الزمالك كان بيكسب فيه بطولات وبيلعب حلو زي الدوري اللي فات مثلا، الزمالك راح جاب تقريبا 20 صفقه ودمر الفريق. وعلى فكره دي مش سياسه الاهلي نهائي، الاهلي لو جاب 4 صفقات يبقى كويس جدا. خلي بالك كل موسم صفقات بيطلع احمد شوبير وابراهيم فايق وبقيه الشله الاعلاميه ويقول لك الاهلي هيجيب 20 صفقه 30 صفقه، ويقول لك اسماء لعيبه الدوري كلها، وما بيعمل كده بس للمشاهدات مش اكتر. انما الاهلي مستحيل يجيب اكتر من 5 أو 6 صفقات. الاهلي بالكتير قوي هيجيب 2 نص ملعب اللي هم بوبو ومحمود حماده، او بوبو ولاعب كمان،
او بوبو هيرجع كريم نيدفيد، اما الاهلي هيجيب بوبو وثلاثه اجانب اللي هم احنا قلنا عليهم 2 جناحات وواحد مهاجم او واحد صانع لاعب. الفيديو الجاي هنتكلم عن اهم الصفقات اللي جايه نادي الزمالك واللعيبه هتمشي من نادي الزمالك، وان كان هم كتير قوي والمحتوى ده كتير وانا ممكن اعمل عنه 10 20 فيديو. بس ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس تعمل لايك وسلام.